بعد رجوع الشعب من السبي وبناء السور، بدأت فترة بتسمى ما بين العهدين، مدتها تقريباً 400 سنة سكت فيها صوت الأنبياء، لكن إيد ربنا ما كانتش ساكتة، كانت بتجهز العالم للحدث الأعظم. بعد سقوط مملكة مادي وفارس، ظهر الإعصار اليوناني بقيادة الإسكندر الأكبر. اليونانيين ما كانوش مجرد غزاة، دول نشروا اللغة اليونانية في كل العالم وبقت هي اللغة الرسمية، وده كان ترتيب إلهي عشان الإنجيل لما يتكتب يوصل لكل الناس بسهولة. وفي الفترة دي تمت الترجمة السبعينية للعهد القديم من العبرية لليونانية. لكن الأمور اتأزمت في عهد الملك أنطيخوس أبيفانوس اللي دنس الهيكل، وهنا قامت ثورة المكابيين الشجعان اللي استردوا الهيكل وطهروه وعملوا عيد التجديد اللي الرب يسوع حضره بعد كده. وبعد اليونان قامت الإمبراطورية الرومانية الجبارة بقيادة بومباي، وسيطروا على أورشليم سنة 63 قبل الميلاد. الرومان مهدوا الطريق وبنوا الجسور وشرعوا القوانين، فبقت الحركة بين البلاد سهلة جدا وآمنة جدا. في الوقت ده الشعب كان تحت حكم هيرودس الكبير، وكانوا بيعانوا من الظلم والضرايب، فكان صراخهم بيزيد: يا رب فين المخلص؟ الأنبياء قبل كده اتكلموا بالتفصيل. ميخا النبي حدد المكان في بيت لحم، وأشعيا حدد الطريقة: العذراء تحبل وتلد، ودانيال حدد الميعاد بدقة في نبوة الأسابيع ال70. العالم دلوقتي جاهز، لغة موحدة، طرق ممهدة، ونبوات مكتوبة ومستنية بس التحقيق. المسرح انضبط والستارة بدأت تترفع على ليلة مفيش زيها في تاريخ البشرية. كل الطرق بقت بتؤدي لبيت لحم، وفي هدوء الليل الوعد اللي اتقال لآدم من آلاف السنين هيتحقق. استنوا الحلقة الأخيرة ليلة الميلاد. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تحط لايك وتعمل فولو علشان يوصلك كل جديد.